عبارة ركاب ضخمة ماشية في البحر الأحمر في طريقها من السعودية لمصر. كل شيء كان طبيعي لحد ما بدأ الكابوس. حريق صغير في الجراج السفلي. المفروض إن في أنظمة إطفاء، المفروض إن في خطة طوارئ، لكن الحقيقة مفيش حاجة شغالة. المية اللي كانوا بيستخدموها عشان يطفوا بيها الحريق بدأت تخلي التوازن يقل. العبارة مالت ومعاها الأمل في النجاة، وفي خلال ساعات السفينة غرقت بالكامل، وغرق معاها أكتر من 1000 روح بريئة. لكن الكارثة الحقيقية مش في الغرق نفسه، الكارثة كانت في اللي حصل بعدها. النجدة ما جاتش، الاستغاثات محدش سمعها، أو يمكن سمعوها واتجاهلوها. الناس فضلت تعوم في البحر بالساعات، تتعلق بأي خشبة، تستنى معجزة تنقذها، لكن المعجزة ما جاتش. الناجيين حكوا عن لحظات الرعب، عن صراخ الضحايا، عن أصدقاء وعائلات اتسحبوا تحت المية واحد ورا التاني من غير ما يقدروا يعملوا أي حاجة. لكن المصيبة الأكبر إن العبارة دي ما كانتش أصلا صالحة للإبحار، كانت فيها مشاكل قبل كده وكان المفروض تتحط على جنب. لكن للأسف الفلوس كانت أهم من أرواح الناس. الجشع قتلهم، والشركة المالكة كانت عارفة إن السفينة متهالكة، ومع ذلك فضلت تكمل تشغيلها. ما عملوش صيانة، ما وفروش وسائل إنقاذ كفاية، ما كانش فيه حتى خطة واضحة للطوارئ. والأدهى لما الفضيحة انفجرت، المسؤولين حاولوا يداروا المصيبة. الشركة قالت إن القبطان هو السبب وإنه هرب، لكن الناجيين قالوا العكس، قالوا إن كان بيحاول ينقذ الناس لآخر نفس. وبدل ما نشوف محاسبة حقيقية شفنا تهرب من المسؤولية. صاحب الشركة هرب بره مصر والإهمال استمر، وكأن أرواح ال1000 شخص دي ملهاش تمن. لكن الحقيقة إن السلام 98 مش مجرد سفينة غرقت، دي جرس إنذار بيقول لنا الفساد أخطر من أي كارثة طبيعية. ناس فقدت أهلها وأحبابها